السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي حبايبي طلاب تالتة إعدادي، تعالَ معايا النهارده هاحل لك شوية أسئلة قمر كده، أسئلة قمر زيك بجد، أسئلة جميلة إن شاء الله نتوقع لك منها حبّة في الامتحان إن شاء الله، ومع تركيزك معايا في الفيديو دوّة هابتدي أقول لك على أسئلة، الأسئلة ديّة لو أنت عرفتها لآخر الفيديو هاربطها لك ببعض، واللي هيقولها لي في الآخر إن شاء الله في الكومنتات هيكسب معايا 500 جنيه، بالضبط كده زي ما أنت سمعت. بدون رغي كتير يا صديقي يالّا بينا نبتدي مع بعض في أول الأسئلة وأول الكلام، صلّ على النبي كده معايا. بسم الله الرحمن الرحيم كده الراجل بيقول لك استخرج الكلمة الغير مناسبة ثم اكتب ما يربط بباقي الكلمات. حلو الكلام؟ حلو الكلام. تعالَ معايا يا سيدي شوف الراجل بيقول إيه. أولًا بيقول لك طبيعة المتفاعلات والّا درجة حرارة التفاعل والّا تركيز النواتج والّا العوامل الحفّازة؟ ال4 حاجات دول مين فيهم ممكن نطلّعه ونربط الباقي ببعضه؟ قُلت لك ممكن نطلّع مع بعض تركيز النواتج دي، طلّعها لي برّه خالص وهتقول لي طبيعة المتفاعلات ودرجة حرارة التفاعل والعوامل الحفّازة دي عوامل مؤثّرة على سرعة التفاعل الكيميائي. طبعًا حضرتك عارف العوامل المؤثّرة على سرعة التفاعل الكيميائي كام عامل؟ كنا قايلين 4 عوامل صح كده؟ رقم 1 طبيعة المتفاعلات، رقم 2 تركيز المتفاعلات، تركيز المتفاعلات، رقم 3 درجة حرارة التفاعل، رقم 4 العوامل الحفّازة والإنزيمات. رقم 2 يورانيوم، سيزيوم، باريوم، راديوم، مين؟ هنطلّع الباريوم ونقول لك الباقي عناصر مشعة. لو نفتكر مع بعض شوية من العناصر المشعة كنا بنقول راديوم، سيزيوم، يورانيوم، زركنيوم، سيلينيوم، فاكرين الكلام ده كله، حلو أوي. طيب بالنسبة لرقم 3 كروموسوم، DNA، بروتين، RNA هنطلّع طبعًا الRNA بدون تفكير ونلاقي نقول الباقي ده نقول عليه إيه؟ تركيب الكروموسوم. أجب على الأسئلة الآتية: أولًا وضّح بالمعادلات الرمزية الموزونة ما يلي: إضافة قطعة مغنيسيوم لمحلول كبريتات النحاس ولا مغنيسيوم، يبقى هنقول المغنيسيوم Mg زائد CuSO4 كبريتات النحاس، إيه اللي يحصل؟ الMg يدخل على الCu ياخد مكانه، ليه؟ لإنه أنشط منه في مسلسلة النشاط الكيميائي، فيدّيك MgSO4 زائد Cu يخلّيها لك إيه؟ راسب أهو لونه إيه؟ أحمر. طب رقم 2 كلوريد الصوديوم مع محلول نترات الفضة، كلوريد الصوديوم مع محلول نترات الفضة أهو زي ما أنت عارف كده هنروح نجيب الNaCl حطيناها على الAgNO3 فالNa يدخل على الAg مين أنشط؟ الNa مين قال لك؟ متسلسلة النشاط النشاط الكيميائي، حلو أوي. طيب إيه اللي يحصل؟ تاخد NaNO3 تعمل لك حاجة اسمها نترات الصوديوم، لونها إيه يا دكتور؟ أبيض، برافو عليك. وتدّيك AgCl كلوريد الفضة راسب. طب يالّا اذكر مثالًا لمصدر طبيعي للتلوث الإشعاعي، هاقول لك الأشعة الكونية القادمة من الفضاء، الأشعة الكونية القادمة من الفضاء. طب ج من الشكل المقابل اذكر اسم الهرمون الذي يفرزه العضو B ويعمل على العضو B اللي هو العضو ده، ده هرمون إيه؟ أولًا ده الكبد أهو، حلو أوي. قال لك بالراحة كده أنا آسف ده البنكرياس، هاقول لك كده بالراحة خالص يحفز خلايا العضو A لتحويل الجلايكوجين المختزن إلى سكر الجلوكوز، يبقى بالراحة خالص كده. يحفّز خلايا العضو إيه؟ العضو إيه ده اللي هو الكبد بالضبط كده، هيحفّز إنه يحوّل الجلايكوجين اللي جوّه الكبد لجلوكوز، اللي هو السُكّر الأحادي اللي الجسم يعرفه، لإن أنا عارف إن البنكرياس بيفرز هرمونين اسمهم إيه؟ أنسولين وجلوكاجون، الأنسولين بيخفّض مستوى السُكّر في الدم، أمّا الجلوكاجون بيعمل على رفع مستوى السُكّر في الدم. طَب بيرفع مستوى السُكّر في الدم إزاي؟ إنه يروح للكبد يحفّزه إن هو يخرّج الجلايكوجين اللي عنده يحوّله لسُكّر أحادي، أهو الجلوكاجون. 2 خفض مستوى سكر الجلوكوز في الدم يبقى هاطلّع هرمون مين؟ الأنسولين، لسه قايلين الكلام ده. صوّب ما تحته خط. تنحل معظم كبريتات الفلزات عند تسخينها إلى أكسيد فلز وغاز ثاني أكسيد الكربون. هاقول إيه؟ لأ، معظم كبريتات الفلزات بتتحول إلى أكسيد فلز وغاز ثالث أكسيد الكبريت. أهو يا باشا لمّا نيجي نشوف كده CuSO4 نعمل لها تسخين هيدّيني إيه؟ CuO اللي هو أكسيد النحاس زائد الSO3 متصاعد ثالث أكسيد الكبريت. طيب الشغل المبذول اللازم لنقل كمية من الشحنة تساوي 36 كولوم، 36 كولوم دي مين؟ الكاف بين طرفي موصل إذا علمت أن فرق الجهد بين طرفيه كام؟ 12 فولت يبقى دي مين؟ ج. عايز الشغل يبقى أنا عارف إن ج بتساوي ش ج على الكاف. طب أنا عايز دلوقتي مين يا عم؟ أهو يساوي 3 جول يبقى أنا عايز ش ج يبقى ش ج بتساوي ج في ك، يبقى هتقول لي الج اللي هم ال12 في ال36 تدّيك 432 جول.
3 تفرز الغدة الدرقية هرمون النمو الذي يعمل على ضبط مستوى الكالسيوم في الدم. طبعا النمو دي غلط، تبقى هرمون الكاليستونين. الغدة الدرقية بتفرز الثايروكسين أو الدرقين وتفرز الكاليستونين. الكاليستونين جاي من اسمها كاليستونين يعني ضبط مستوى الكالسيوم في الدم. ب ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ وصول تركيز المتفاعلات في التفاعل الكيميائي للصفر. يبقى طبيعي كده التفاعل بتاعي انتهى ويصبح تركيز النواتج عندي كام يا دكتور؟ 100% يا حبيبي حبيبي العسول. بالله عليك ركز في الحتت اللي زي دي لأنها بتوقع طلبة كتير جدا. طيب تزاوج فردين نقيين مختلفين في زوج واحد من صفاتهما المتضادة بالنسبة للجيل الأول والتاني. قال لك هينتج جيلا أولا بصفة أحد الأبوين اللي هي السائد فقط، ثم تورث الصفتين معا في الجيل الثاني بنسبة 3 إلى 1 متناحي. ده قانون مندل الأول. قانون مندل الأول. طيب رقم 3 توقف البنكرياس عن إفراز هرمون الجلوكاجون. إيه اللي هيحصل لو البنكرياس بطل يفرز هرمون جلوكاجون؟ أقول له والله هتقل نسبة سكر الجلوكوز في الدم إلى أقل من المعدل الطبيعي. ماشي. أجب عن الأسئلة الآتية. موصل كهربي فرق الجهد بين طرفيه 18 فولت، يبقى دي مين يا عم؟ ده كده الجي بتساوي كام؟ 18 فولت. يمر بيه تيار كهربي شدته 2 أمبير، يبقى دي كده الت بتساوي 2 أمبير. الت بتساوي 2 أمبير. طب وبعدين يا عم؟ قال لك الراجل يوصل به تيار كهربي. تيار كهربي. حلو الكلام. ثانية واحدة. أو آخر فلزات. حلو الكلام. شدة التيار بمقدار 3 أمبير. احسب فرق الجهد بين طرفي الموصل. هقول له والله بالراحة خالص، أنت عايز المقاومة، فالمقاومة هتبقى فرق الجهد على شدة التيار. يبقى ال 18 اللي هو فرق الجهد على شدة التيار اللي هي الاتنين تديك 9 مين؟ أوم. طب عند زيادة شدة التيار بمقدار 3 أمبير تكون شدة التيار كام؟ يبقى 3 هقول له زائد 2 تديني كام؟ 5 أمبير. طب لو كان فرق الجهد بيساوي هقول له إيه شدة التيار في المقاومة؟ يبقى الخمسة في 9 بكام؟ ب45 فولت. في التفاعل التالي بيقول لي إيه؟ حدد العامل المؤكسد والعامل المختزل. هقول له بالراحة خالص. العامل المختزل هو الصوديوم. ليه؟ لأن الصوديوم حصل له أكسدة، واتفقت معاك إن اللي بيحصل له أكسدة بيبقى اسمه عامل مختزل، واللي بيحصل له اختزال بيبقى عامل مؤكسد. أهو لو تفتكر الأغنية زودت أكسجين نقصت هيدروجين عملت أكسدة أصبحت عامل مختزل. طيب أكمل العبارات الآتية. يكون عامل الصفة الوراثية متشابهين في الفرد مين؟ النقي. طبيعي الفرد النقي بختار له عاملين وراثيين شبه بعض، يعني مثلا R كابيتال R كابيتال T كابيتال T كابيتال Y كابيتال Y كابيتال. جميل قوي. يستخدم جهاز مين لقياس فرق الجهد؟ هقول لك الفولتميتر. صح، اللي برمز له في الدايره بالرمز V. يعرف تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح وميه باسم تفاعل. هقول له التعادل. ليه بنسميه تفاعل التعادل يا ولاد؟ لان معروفه اي حمض في الدنيا مع اي قلوي في الدنيا بيديني ملح ويديني ميه. طيب علل ما ياتي. يفضل استخدام التيار المتردد عن التيار المستمر. هقول له لان التيار المتردد بنقله مسافات قصيره او طويله، كما يمكن تحويل التيار المستمر. لان التيار المتردد اعرف انقله مسافات قصيره مسافات طويله. كمان اقدر احوله تيار مستمر لو انا حبيت. اما التيار المستمر ما اقدرش اعمل كل الكلام ده خالص. طيب رقم 2 يطلق على الغده النخاميه سيده الغدد الصماء. هقول لانها تفرز هرمونات تنشط عمل باقي الغدد الاخرى. طب ليه التفاعلات بين المركبات الأيونية بتكون سريعة بين المركبات السمومية بتكون بطيئة؟ هقول له والله لأن في المركبات الأيونية بتكون المركبات الأيونية تتفكك أيونيا وبيتم التفاعل بين الأيونات وبعضها البعض، أما في التساهمي بيتم بين الجزيئات وبعضها البعض. حلو قوي. طيب رقم ج. الشكل البياني المقابل يمثل علاقة بين التركيز والزمن لتفاعل ما. حدد كل مما ياتي. رقم 1 المتفاعلات والنواتج والعامل الحفاز. هقول له بالراحه خالص. المتفاعلات لازم اكون عارف ان المتفاعلات بتاعتي هي اللي بتبتدي من الاعلى ثم الاقل، فتبتدي من حاجه عاليه اهو سي اهيت، والدي بادئه من الاعلى ثم بتنزل تنزل لحد تحت، دي تنزل لحد تحت، يبقى كده المتفاعلات سي ودي. طب النواتج بتاعتي طبعا ايه اللي بدات من الصفر وطلعت، لان انا عارف ان المتفاعلات
في بداية التفاعل بتاعتي بيكون نسبتها 100%، أما النواتج في بداية التفاعل بتكون نسبتها صفر. فلو جينا بصينا في بداية التفاعل كانت المتفاعلات نسبتها 100 اللي هي السي والدي، أما النواتج كانت صفر أهي. حلوة أوي. في نهاية التفاعل بقت المتفاعلات نسبتها كام؟ صفر، والنواتج نسبتها 100%. طيب العامل الحفاز هنا قال لك والله هيكون بي. ليه؟ لأنك لو خدت بالك عمره لا أثّر ولا طلع ولا نزل ولا نقص ولا زاد، لأن أنت عارف إن العامل الحفاز ما بيبقاش ليه علاقة بكل الكلام ده. طيب اكتب المعادلة المعبرة عن التفاعل باستخدام الرموز المعطاة. يبقى هاقول له 2C أهوّة زائد D هاحط عامل حفاز B يدّيني 2A. اختر الإجابة الصحيحة. العملية Fe+3 الFe+2 بقى Fe+3 تمثل عملية إيه؟ هاقول له أكسدة. ليه؟ لأن هنا حصل عملية اكتساب إلكترون، صح والّا إيه؟ اتحول أنا آسف لفقد إلكترون أهو. مش إحنا عارفين اللي بيفقد بيتحول لأيون موجب، فهو هنا أهو اتحول من موجب 2 لموجب 3. يبقى فقد والّا اكتسب؟ فقد كام إلكترون؟ إلكترون واحد. يبقى حصل له عملية أكسدة. حتى لو فاكر عملنا لك إيه؟ فقدت إلكترون، عملت أكسدة، أصبحت عامل مختزل. أغنية أهي يا باشا. طيب رقم 2 دائرة كهربائية تتكون من بطارية قوتها الدفعة الكهربائية 3 فولت موصل معها على التوالي مقاومة مقدارها 6 أوم، فتكون شدة التيار المار بالدايرة كام؟ هتقول لي نص. ليه بقى؟ هقول لك والله أنت مديني القوة الدفعة الكهربائية 3 فولت اللي هي ق د ك، وموصلها على التوالي بمقاومة مقدارها 6 أوم، يبقى الت بتساوي إيه؟ حضرتك كطبيعي جدا هتقول لي القوة على المقاومة اللي هو الجهد على المقاومة 3/6 فيها الكام؟ النُص. طيب نسبة الصفة المتناحية في الجيل الأول الناتج من تزاوج أبوين أحدهما يحمل صفة سائدة والآخر يحمل صفة متناحية. الجيل الأول تبقى نسبة الصفة المتناحية كام؟ صفر، لأن أنا عارف الجيل الأول بتيجي لي كلها نسبة الصفة السائدة بتكون كام؟ 100 في كام؟ في المِيّة. 100 كام يا إخواتي؟ في المِيّة. بتكون نسبتها كام؟ 100 في المِيّة. 100 فين؟ في المِيّة. طيب ما المقصود بكل من شدة التيار الكهربي؟ هاقول له والله الكمية الكهربائية المارة عبر مقطع من موصل في الثانية الواحدة. طب التلوث الإشعاعي؟ هاقول ارتفاع كمية الإشعاعات النووية وزيادة نوعيتها في البيئة المحيطة بنا. طب ما هو مبدأ السيادة التامة؟ نقول والله ظهور الصفة الوراثية السائدة في أفراد الجيل الأول، وعند تزاوج فردين يحمل كل منهما صفة وراثية نقية مضادة للصفة اللي بيحملها الفرد الآخر. يبقى ده اسمه مبدأ السيادة التامة، إنه بتظهر الصفة السائدة في أفراد الجيل الأول، ده في حالة لما يبقى في عندي فردين كل منهم بيحمل صفة وراثية نقية مضادة للصفة اللي بيحملها الفرد الآخر. رقم ج أجب على الأسئلة الآتية. عند تزاوج نباتي طماطم أحدهما ثماره حمراء أركبة الأرسمول والآخر ثماره صفراء أرسمول وهي صفة دائما متنحية، نتج البعض أحمر الثمار والآخر أصفر الثمار. قال لك وضح على أسس وراثية التركيب الوراثي للآباء والأمشاج. بناء عليه عملنا إيه يا إخواتي؟ عملنا العملية الجميلة دي أهو. رحنا جبنا البي زوجناه ار كابيتال ار سمول مع ار سمول. طب الجي اللي هي الأمشاج عملنا الار كابيتال لوحدها والار سمول لوحدها، ار سمول لوحدها وار سمول لوحدها. الاف 1 بدأنا ناخد ده مع ده ار كابيتال ار سمول، ده مع ده ار كابيتال ار سمول، ده مع ده ار سمول، ده مع ده ار سمول. فلو جيت بصيت ثمار احمر هجين 50، ثمار صفراء 50، يبقى النسبة 1 إلى إيه؟ 1. طيب رقم 2 اذكر استخداما للطاقة النووية في مجال الطب. هقول بتشخيص وعلاج بعض الأمراض مثل الأورام السرطانية. تعال معايا يلا يا سيدي في نموذج رقم 2 صوب ما تحته خط في العبارات الآتية. الراجل بيقول لك أول ما يتأثر عند تعرض الإنسان لجرعة إشعاعية كبيرة في زمن قصير المعدة، يبقى هنشيل المعدة دي ونخليها نخاع العظام. لازم تكون عارف لما حد يتعرض لكمية إشعاع كبيرة في وقت زمني قصير، أول حاجة بتستهدف، أول حاجة بتنضرب يا ولا هي نخاع العظام. نخاع العظام. طب تنحل نترات الصوديوم بالحرارة ويتصاعد غاز النيتروجين؟ طبعا يتصاعد غاز الأكسجين. وركز نترات الصوديوم دي افتكر معايا لونها ايه؟ ابيض. لونها ايه؟ ابيض. ليها بنت خالتها النيتريت الصوديوم لونه ايه؟ ابيض مصفر. برافو عليك. طب رقم 3 يستخدم الأوميتر للتحكم في فرق الجهد بين طرفي موصل في الدائرة الكهربائية؟ طبعا لا. هتحكم فرق الجهد بين طرفين موصل، يبقى حاجة اسمها المقاومة المتغيرة أو الريوستات. المقاومة المتغيرة أو
الريوستات. طيب ب، ما النتائج المترتبة على تفاعل الزيت مع الصودا الكاوية؟ هتتكون مادة الصابون. مادة مين؟ الصابون. تعالى معايا يا سيدي أقول لك كده شوية حاجات. قول لي كده أنواع التفاعل من حيث السرعة. من حيث السرعة هقول لك هم 4 أنواع: تفاعلات سريعة جدا، تفاعلات سريعة جدا، تفاعلات بطيئة نسبيا، تفاعلات بطيئة جدا. ركز معايا، تفاعلات بطيئة جدا جدا. يبقى لما اجي اقول لك انواع التفاعل من حيث السرعه كام نوع؟ 4: تفاعلات سريعه جدا، تفاعلات بطيئه نسبيا، تفاعلات بطيئه جدا، تفاعلات بطيئه جدا 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 جدا. احنا بنكتبهم مرتين بس بنغنيهم 4 عشان تبقى ماشيه بس مع اللحن. تفاعلات سريعه جدا قال لك مثل مين؟ هقول له والله مثل الالعاب الناريه. فاكر الالعاب الناريه؟ يلا البومب والصواريخ والحاجات اللي بنعملها في رمضان دي، اهو ده تفاعل سريع جدا. اما التفاعلات البطيئه والنسبيه قال لك مثل الصودا مع الزيت لتكوين الصابون. لتكوين مين يا عم؟ الصابون. طب البطيء جدا قال لك مثل صدأ الحديد. طب بطيء جدا جدا قال لك مثل تكوين النفط. يبقى لما اقول لك تفاعلات سريعه جدا مثل ايه؟ العاب ناريه. مثل ايه؟ العاب ناريه. تفاعلات بطيئة نسبيا مثل ايه؟ صودا مع زيت تكوين صابون. صودا مع زيت تكوين صابون. تفاعلات بطيئة جدا مثل ايه؟ صدى الحديد. مثل ايه؟ صدى الحديد. تفاعلات بطيئة جدا 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 مثل ايه؟ تكوين النفط. مثل ايه؟ تكوين النفط. صعبة؟ ادي انواع التفاعل من حيث السرعة يا سيدي، حاجات تافهة وجميلة وأمورة زيك. طيب تعالى معايا نكمل الكلام بتاعنا. كنا بنقول يا سيدي ايه؟ كنا بنقول مع بعض رقم 2: اذكر السبب تزداد سرعة التفاعل بزيادة تركيز المتفاعلات. هقول والله لأن بزيادة عدد الجزيئات المتفاعلة بيزيد من فرص التصادم بين مين؟ بين الجزيئات. طب رقم 3: وضح على أسس وراثية ناتج تزاوج ذكر وأنثى ذبابة الفاكهة كلاهما طويل الجناح، وكان الناتج 45 فردا طويل الجناح و15 فردا قصير الجناح، علما بأنه يرمز لجين طويل الجناح بالرمز تي كابيتال والجين الجناح القصير بتي سمول. فهقول له ايه؟ يلا بينا. حشرة طويلة الجناح يبقى تي كابيتال تي سمول، وحشرة طويلة الجناح تي كابيتال تي سمول. الجي دي لوحدها ودي لوحدها، دي لوحدها ودي لوحدها. هنقول الاف يبقى هتقول لي تي كابيتال تي كابيتال ده مع ده. طب يلا ده مع ده تي كابيتال تي سمول. طب يلا ده مع ده تي كابيتال تي سمول، ده مع ده تي سمول تي سمول. تبص تلاقي 3:1، فالنسبة تبقى اللي هي 75:25. رقم ج: في الدائرة الكهربائية الموضحة بالشكل المقابل عند تحريك ذلك الريوستات اهوت، ذلك الريوستات من ألف لب ماذا يحدث؟ أهو من ألف لب. قال لك أولا قراءة الأميتر والفولتميتر هتقل. ليه؟ لأن أنا قللت طول السلك معايا. ثانيا قيمة المقاومة هتظل مين؟ ثابتة، لأنها طبعا ملهاش علاقة بطول. طيب أكمل العبارات الآتية بالتغير اللي أنا عملته ده. تحتوي الوسادة الهوائية على مادة التي تنحل عند حدوث تغير مفاجئ، مادة اسمها أزيد الصوديوم. طب نقص عنصر نقط في الطعام يؤدي لنقص هرمون الثيروكسين يا ولا، يبقى ده هرمون اسمه اليود أو عنصر، أنا آسف، اليود. عشان كده بينصح دايما أي حد عنده مشاكل في الغدة يروح يقعد عند البحر، لأن البحر بيدي عنصر اليود، بيطلع كده هوا حلو في عنصر اليود، فبيبتدي يستفاد منه مريض الغدة. سلك من نحاس يمر به تيار كهربي شدته 5 أمبير، وعند زيادة شدة التيار المار للضعف فإن قيمة المقاومة هقول له برضو تظل ثابتة. طيب عظيم أوي. تعالى معايا في السؤال اللي بعده: ما المقصود بكل من تفاعل التعادل؟ هقول له والله تفاعل التعادل احنا قايلين قبل كده تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح وميه. أي حمض زائد أي قلوي هيديني ملح وميه. حمض وقلوي ملح وميه، حمض وقلوي ملح وميه. طيب تعالى معايا في رقم 2 بتقول ايه؟ القوة الدفعة الكهربائية بين طرفي مصدر كهربي 20 فولت. ده معناه ايه؟ هقول له أي أن فرق الجهد بين طرفي المصدر الكهربي في حالة عدم مرور تيار كهربي 20 فولت. رقم 3:
الغدد الصماء عرفت إنها غدد لا قنوية، ركز إحنا أصلًا مسمينها صماء لأنها غدد لا قنوية، يعني ما فيش مجرى تمشي منه، ما عندهاش. تفرز الهرمونات في الدم مباشرة دون المرور في قنوات. أدي أهوّة حضرتك وليكن القناة العرق ماشي فيها الدم، تقوم جاية هي مطلّعة الهرمونات رامياها في الدم ده. وضّح بالمعادلات الرمزية الموزونة ما يلي: تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع كربونات الصوديوم، هاقول والله Na2CO3 ده اسمه كربونات الصوديوم، هاحطه على ال2HCl اللي هو حمض الهيدروكلوريك، أهو الNA يدخل يلاقي الهيدروجين، مين أنشط يا أخويا؟ الNA، مين اللي قال؟ متسلسلة النشاط الكيميائي، ياخد مكانه يعمل لك كلوريد الصوديوم وبعدين يدّيك المَيّة ثم يتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون. باقولها الأغنية جميلة كده نحفظها مع بعض: حمض وملح، ملح ومَيّة، وما تنساش غاز ثاني أكسيد الكربون في الآخر. تاني، حمض وملح، ملح ومَيّة، وما تنساش غاز ثاني أكسيد الكربون في الآخر. أغنية جميلة والله. طب أثر الحرارة على كربونات النحاس الخضراء أهي CuCO3 لمّا تسخّنها تدّيك CuO زائد CO2 متصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون. طب باقول لك إيه رأيك في السؤال الحلو ده وتقول لي كده هتجاوبه إزاي معايا كده واحدة، واحدة. لو جيت قُلت لك أنا عايزك تقول لي كيفية الكشف عن غاز CO2 ثاني أكسيد الكربون، ترد تقول لي إيه؟ هاقول لك والله سؤال حلو جدًا، هنقول بإمرار غاز ثاني أكسيد الكربون على ماء الجير الرائق. بُص الإجابة كمان، حيث أن غاز ثاني أكسيد الكربون يعكّر ماء الجير الرائق، ودي حاجة أنت واخدها من ابتدائي إن غاز ثاني أكسيد الكربون بيعكّر ماء الجير الرائق، بيعكّر ماء الجير الإيه؟ الرائق. طيب تعالَ معايا في رقم 3 استخرج الكلمة أو العبارة المختلفة، ثم اكتب ما يربط بباقي الكلمات أو العبارات. فولت على أمبير كولوم على ثانية، فولت في الثانية كولوم ناقص أوم. قال لك طبعًا هنطلّع كولوم على ثانية ديّة والباقي وحدات تكافئ الأوم. طيب لون الجلد، فصيلة الدم، عدد الأصابع على السباحة، نطلّع السباحة ونقول الباقي صفات إيه؟ وراثية. جميل. رقم 3 تدمير نخاع العظام، تغيُّر في تركيب الكروموسومات الجنسية، تدمير الجهاز العصبي، تدمير الجهاز الهضمي. يبقى هنعمل إيه؟ هنقول والله التغيُّر في تركيب الكروموسوم الجنسي شيله، وهتُجبر نخاع العظام بالجهاز العصبي بالجهاز الهضمي تأثيرات ناتجة عن التعرُّض لجرعات إشعاعية كبيرة في فترة زمنية قصيرة. طيب اذكر إسهامات العلماء الآتي: واتسون وكريك هنقول هم اللي وضعوا نموذج تركيب الDNA أهو اللي هو ده اسمه الDNA واللي وضع النموذج ده مين؟ واتسون وكريك. بيدر وتاتم أوضّحا الكيفية التي تتحكم بها الجينات في إظهار الصفات الوراثية. طيب موصل كهربي مقاومته 1000 أوم وصّلها بمصدر كهربي جهده 100 فولت، احسب الكمية الكهربائية المرة في الموصل خلال زمن قدره 100 ثانية. هتقول لي إيه؟ هتروح زي الشاطر تقول لي شدة التيار بتساوي، أنا مش عارف عيني مالها، عايز أقول لكم إن الإضاءة خابطة في عيني مش قادر. طيب شدة التيار هتساوي فرق الجهد على المقاومة، فرق الجهد عندي فين أهوّة لسه جايبه أهو 100 فولت على المقاومة 1000 يبقى تدّيني 1/10 أمبير. أجيب كمية كهربائية إزاي؟ شدة التيار في الزمن، فشدة التيار جبتها ب1 في الزمن ال100 ثانية تدّيك ال10 كولوم. أوكي، تعالَ معايا في اللي بعده. ادرس الشكلين البيانيين المقابلين ثم حدد أي الشكلين يمثل. رقم 1 تيار ينتج من حَوْل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية، وتيار لا يستخدم في عملية الطلاء الكهربي. يبقى ده كيميائية الكهربائية هنقول شكل رقم 1 أهو، لأن العلاقة بين شدة التيار والزمن علاقة زي ما أنت شايف ثابتة. أما لا يستخدم في عملية الطلاء الكهربي هنقول رقم 2 لأن ده شكل التيار مين؟ المتردد. أهو ده ثابت الشدة زي ما أنت شايف. يبقى ده اسمه تيار، ده مستمر وده طبعًا متردد. اكتب المصطلح العلمي، كسر روابط ولا ما تكمّلش، بمجرد ما تشوف كلمة كسر يبقى وأنت مغمض ده اسمه التفاعل الكيميائي، ما تكمّلش على طول.
رقم 2 القوة اللازمة لربط مكونات النواة ببعضها والتغلب على قوة التنافر الموجودة بين البروتونات، يبقى هقول اسمها قوة الترابط النووي. قوة الترابط النووي. رقم 3 الخلايا اللي بيؤثر فيها الهرمون وتقع بعيدا عن موقع الغدة، يبقى الخلايا المستهدفة. اذكر مثالا واحدا لكل من. هرمون مسؤول عن ضبط مستوى الكالسيوم في الدم، كالسيوم، كالستونين. غاز يسبب توهج عضو ثقاب مشتعل، يبقى الأكسجين. نوع من النشاط الإشعاعي الذي ينطلق أثناء التفاعلات النووية والتي يمكن التحكم فيها، يبقى النشاط الإشعاعي الصناعي. أجب على الأسئلة الآتية. ماذا يحدث عند فشل الجين في إنتاج الإنزيم الخاص به؟ إيه اللي هيحصل لو الجين فشل إنه يطلع الإنزيم الخاص به؟ طبيعي لا ينتج البروتين المسؤول عن ظهور الصفة. طب 2 الرسم المقابل يوضح هرمون تفريزه الغدة الدرقية في الدم. ما المرض الناتج عن وصول الهرمون للنقطة إكس؟ بص كده أهو، ده مستوى الدم في الطبيعي مرة واحدة حصل كده، فلما يحصل هرمون كده حصل نقص، صح ولا إيه؟ في هرمون مين؟ الثايروكسين، يبقى هيصاب بالجويتر البسيط. طب لو كان حصل زيادة يبقى هيصاب بالجويتر الجحوظي أو التضخم الجحوظي. تعالى معايا يا صديقي، يلا في نموذج رقم 3 بنقول إيه؟ بيقول لك الراجل الكمية الفيزيائية التي وحدة قياسها تكافئ فولت على أمبير، تبقى دي اسمها المقاومة الكهربائية. رقم 2 يحل فلز الصوديوم محل الفلزات التالية في محاليل أملاح ما عدا النحاس، بوتاسيوم، مغنيسيوم، خرسين، يبقى البوتاسيوم. طيب تفرز الغدة هرمونا ينظم النمو العام للجسم، يبقى هرمون الغدة النخامية. هو ليه هنا البوتاسيوم يا مستر؟ لأن النحاس والمغنيسيوم والخرسين بعد الصوديوم فهو أنشط منهم، إنما الوحيد اللي قبله هو مين؟ البوتاسيوم هو أنشط من الصوديوم فما يعرفش ياخد مكانه. اذكر استخداما أو أهمية واحدة لكل مما يأتي. الطاقة النووية في مجال الزراعة، قلنا القضاء على الآفات الزراعية، وكمان بستخدمها في تحسين السلالات النباتية. طب 2 المحولات الحفزية في السيارات الحديثة، قلنا بتعالج الغازات الضارة الناتجة عن احتراق الوقود في المحرك قبل طردها للحد من التلوث البيئي. رقم 3 المقاومة المتغيرة. رقم 3 المقاومة المتغيرة أو الريوستات المنزلقة، هنقول التحكم في شدة التيار المار في الدوائر، وبالتالي التحكم في قيمة فرق الجهد بين أجزاء مين؟ الدايرة المختلفة. قارن بين كل مما يأتي. لون الجلد في الإنسان ومهارة لعب كرة القدم. لو قلت لك لون الجلد طبعا دي صفة وراثية ماليش يد فيها، أما لما أقول لك كرة القدم تقول لي لا دي صفة مكتسبة، أنا اللي بعرف ألعب، أنا اللي بحاول أتمرن عشان ألعب. العامل الحفازي الموجب والعامل الحفازي السالب من حيث التأثير على سرعة التفاعل، هقول له الحفاز الموجب بيزيد من سرعة التفاعل، أما الحفاز السالب يقلل من سرعة التفاعل. اكتب المصطلح العلمي. فرق الجهد بين قطبي البطارية في الدائرة الكهربائية المفتوحة، يبقى تقول لي حاجة اسمها قاف دال كاف، قوة دفعة كهربائية. كيس قابل للانتفاخ مطوي داخل عجلة القيادة في السيارات الحديثة كوسيلة أمان في المواقف الطارئة، يبقى هقول الوسادة الهوائية. ارتفاع كمية الإشعاعات النووية وزيادة نوعيتها في البيئة المحيطة بنا، يبقى ده اسمه التلوث الإشعاعي. ما المقصود بكل من 100 أوم مقاومة موصل 100 أوم؟ تقول لي إيه؟ أي أن النسبة بين فرق الجهد وشدة التيار المار في الموصل بتساوي 100. طب لو كانت سرعة التفاعل الكيميائي، ما المقصود بيها؟ هقول له التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في وحدة الزمن. طب الهرمونات، يبقى مواد أو رسائل كيميائية تضبط وتنظم الأنشطة الحيوية في جسم الكائن الحي. أجب عن الأسئلة الآتية. اذكر 2 من التأثيرات التي تحدث الإنسان عند التعرض لجرعة إشعاعية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة. هقول له أهو تدمير نخاع العظام، تدمير الطحال، تدمير الجهاز العصبي، تدمير الجهاز الهضمي. رقم 2 احسب شدة التيار الكهربي المار. احسب شدة التيار الكهربي المار الناتج عن تدفق كمية من الكهرباء مقدارها 6000 كولوم خلال مقطع موصل لمدة 5 دقايق. يبقى أول حاجة هحول الدقايق لثواني، فتقولي شدة التيار الكمية الكهربائية على الزمن بالثواني. طب الكمية الكهربائية عندي 6000 والزمن بالثواني، هنقول 5 في 60 عشان نحول مين؟ أنا آسف، هنقول 5 في 60، 5 في 60 عشان نحول مين؟ من الدقايق للثواني، فهتضرب 5 في 60 تديك 300 ثانية، 6000 على 300 تديك 20
أمبير. عايز أقول لكم إن أنا خلاص 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 عيني مش قادر، مش عارف ليه. طيب معايا كده. طيب في الجزء اللي جاي أكمل العبارات الآتية. إنزيم نقط يوجد في البطاطا ويعمل على زيادة سرعة التفاعل الكيميائي، يبقى إنزيم اسمه الأوكسيديز. الأوكسيديز. طيب في حالة الانفعال يزداد إفراز هرمون مين؟ هنقول الأدرينالين، وده اللي بتفرزه الغدتان الكظريتان. طب تنتج الأعمدة الكهربائية تيارا كهربيا، هنقول مستمر. ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ زيادة عدد النيوترونات في نواة ذرة عنصر عن العدد اللازم للاستقرار، وأنا مغمض عيني هتصبح الذرة غير مستقرة فتصبح من العناصر المشعة. طيب تقريب عود ثقاب مشتعل من فوائد أنبوبة بها كربونات نحاس أثناء التسخين، هقول ينطفئ عود الثقاب. 3. زيادة طول السلك للريسات المنزلق في دائرة كهربائية بالنسبة لشدة التيار، هقول تقل شدة التيار. ج. الشكل المقابل يوضح التلقيح الخلطي بين نبات بازلاء أحمر الأزهار مع نبات بازلاء أبيض الأزهار. أكب عن الآتي. استبدل الأرقام بالرموز المناسبة واذكر نسبة الصفات. يبقى أول حاجة كده بالراحة هستبدل الأرقام بالرموز المناسبة. يبقى هقول له والله يا مستر دلوقتي أنا هجيب R capital R small وأزوجها رقم واحد دي، هجيب ال R small R small، فتيجي R capital في دايرة، R small في دايرة، R small في دايرة، R small في دايرة. ده أهو. تعالى بقى ده مع ده، ركز معايا كده الله يرضى عليك. أو رقم اتنين ده مع ده يبقى R capital R small. طب ده مع ده R capital R small. طب ده مع ده R small R small. طب ده مع ده R small R small. تبقى النسبة كام؟ 50% لكل صنف أو كل جنس. طيب ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية. عند إضافة الفضة إلى حمض الهيدروكلوريك يتكون كلوريد الفضة ويتصاعد غاز الهيدروجين. غلط. ترك من النباتات البازلاء تتلقح ذاتيا عدة مرات للتأكد من نقاء الصفة. صح. مقاومة الموصل الذي يسري فيه تيار كهربي شدته 12 أمبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفي 2 فولت بتساوي 6 أوم، هقول له غلط. طيب أجب عن الأسئلة الآتية. اذكر الفرق بين توصيل الأعمدة على التوالي وتوصيلها على التوازي من حيث طريقة حساب قيمة القوة الدافعة الكهربية. متصل على التوالي يبقى مجموع القوة. طب متصل على التوازي يبقى القوة الدافعة للعمود الواحد أهو. ثانيا في الشكل المقابل اكتب الصيغة الكيميائية للملح المتكون. حمض هيدروكلوريك مع خرسين يبقى زد NCl2. ما اسم الغاز؟ الهيدروجين. علل لما يأتي. ضرورة احتواء طعام الإنسان على عنصر اليود، هقول لأن اليود يدخل في تركيب هرمون الثيروكسين واللي بيلعب دور هام في عملية التمثيل الغذائي. 2. تحفظ الأطعمة في الثلاجة. ليه؟ هقول لأن بانخفاض درجة حرارة تقل سرعة التفاعلات التي تحدثها البكتيريا داخل الطعام. طيب تعالى معايا في النموذج اللي بعده بيقول إيه. مروحة تعمل على فرق جهد 8 فولت وتيار شدته 1.5 أمبير، فيكون الشغل المبذول خلال 4 ثواني يساوي كام؟ هتقولي 48 جول. طيب لو ضفنا محلول هيدروكسيد صوديوم لمحلول كبريتات النحاس بيتكون محلول نقط عديم اللون، يبقى كبريتات الصوديوم. من التأثيرات الناتجة عن تعرض الإنسان لجرعات إشعاعية كبيرة لفترة زمنية قصيرة، هتقولي تدمير نخاع العظام والطحال والجهاز الهضمي، قلناه. أجب عن الأسئلة الآتية. ادرس المعادلتين التاليتين ثم أجب. رقم 1. اسم المركب A وصيغته الكيميائية. لما أقول لك NaOH زائد HCl يبقى ال Na يدخل على ال H فيديك NaCl ويطلع لك ال H وال HLO H2O، يبقى ده اسمه كلوريد الصوديوم ملح الطعام، وده حضرتك تفاعل اسمه تفاعل التعادل. طب لون الراصب B AgNO3 أهو. ال A ده اللي هو مين؟ هتقولي حضرتك لما أحط ال NaCl فال Na تدخل على ال Ag تديك NaNO3 تبقى Ag وCl يديك AgCl راصب لونه أبيض. قارن بين نواتج أكسيد الفلز وهيدروكسيد الفلز. أكسيد الفلز فلز أكسجين، هيدروكسيد الفلز أكسيد الفلز وبخار المية. من الشكل البياني المقابل ما هو الهرمون الذي يسبب التغير في تركيز السكر في الدم من X إلى Y؟ من الإكس يعني في خفض إلى Y يبقى في مين؟ الجلوكاجون. ما اسم الغدة؟ البنكرياس. ضع علامة صح أو علامة غلط.
الحد الأقصى للجرعة الآمنة للإشعاع العامي في مجال الإشعاع هو ملي سيفرت في العام الواحد. غلط، 20 ملي سيفرت. زمن تفاعل صدى الحديد أقل من زمن تفاعل صناعة الصابون. غلط، لأن تفاعل صناعة الصابون بطيء نسبي، أما صدى الحديد بطيء جدا. 3. التركيب الجيني النبات بازلاء طويل الساق هجين الأحمر الأزهر تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار كابيتال. صح. اذكر الرقم الدال كل مما يأتي. الصفات الوراثية اللي اختارها مندل لإجراء تجاربه كانوا 7 صفات. 2. عدد الأعمدة الكهربائية المكونة للبطارية قوتها الدفعة الكهربائية 9 فولت، علما بأن جميع الأعمدة متصلة على التوالي والقوة الدفعة الكهربائية العمود الواحد 1.5. يبقى هتقول لي 6 أعمدة. 6 إيه؟ أعمدة موصلين مع بعض توالي كده أهو. 4 5 6 1.5 يبقى كله 9. ما معنى أن الشغل المبذول لنقل كمية من الكهربائية مقدارها 20 كولوم بين طرفي موصل يساوي 4400 جول؟ هقول له والله إن فرق الجهد بين طرفي الموصل يبقى 4400 جول على 20 تديك 220 فولت. لديك 3 أعمدة كهربائية لكل منها 3 فولت ومقاومة ثابتة قيمتها 10 أوم وأميتر. كيف يمكنك توصيلها لتصبح قراءة الأميتر 6 من 10 أمبير؟ قال لك أهو هرسم واحدة توالي، 2 توازي، واحدة توالي. طب 9 من 10 أمبير يبقى هرسم أهو زي ما أنت شايف كده الأربعة توالي. طيب تعالى معايا استخرج الكلمة الغير مناسبة. أمبير فولت أميتر أوم، هنطلع الأميتر والباقي وحدات قياس. كالسيوم فضة ألمونيوم مغنيسيوم، يبقى نطلع الفضة والباقي عناصر نشطة تحل محل الهيدروجين. جحوظ العين، نقص الوزن، سرعة الانفعال، نمو مستمر في عظام الأطراف، يبقى نشيل نمو مستمر في عظام الأطراف ونقول دي أعراض الجويتر الجحوظي. الشكل المقابل يوضح معدل تحلل مركب فوق أكسيد الهيدروجين أهو. رقم 1 اذكر اسم المركب والعنصر الذي يشير إليه رقم 1 ال H2O2، 2 O2، 3 H2O أهو. 1 ده اللي هو المتفاعلات، 2 و3 دول مين؟ النواتج، وآخر واحد فيهم اللي هو ال O2 اللي هو الأكسجين. رقم 2 ده اللي هو الأكسجين، رقم 3 اللي هو 2H2O. العامل المحفز المستخدم في هذا التفاعل اسمه ثاني أكسيد المنجنيز. ثاني أكسيد مين؟ المنجنيز. ثانيا، ما النتائج المترتبة على زيادة عدد الأعمدة على التوالي بالنسبة للقوة الدفعة الكهربائية؟ هقول بتزداد القوة الدفعة الكهربائية. أجب على الأسئلة الآتية. ما المقصود بالجينات؟ هقول والله هي أجزاء من الحمض النووي DNA موجودة على الكروموسومات ومسؤولة عن ظهور الصفات الوراثية للكائن الحي. 2. وضح على أسس وراثية التركيب الجيني لأفراد الجيل الأول الناتج من تزاوج رجل ذو عيون بنية اللون هجين اللي هو بكابيتال بي سمول بامرأة ذات عيون ملونة نقية بي سمول بي سمول. موضح نسبة الأفراد الناتجة الذين يحملون صفة العيون الملونة من النسل الناتج. يبقى هقول له والله بي كابيتال بي سمول مع بي سمول بي سمول، هتقولي دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها، ده مع ده وده مع ده وده مع ده وده مع ده، تطلع لك النسبة 50-50. اكتب المصطلح العلمي. الصفات غير القابلة للانتقال من جيل لآخر هنقول الصفات المكتسبة. فرق الجهد بين قطبي المصدر الكهربي في الدائرة الكهربائية المفتوحة يبقى دي القوة الدافعة الكهربية. رقم 3. التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في وحدة الزمن تبقى دي اسمها سرعة التفاعل الكيميائي. ب. اذكر أهمية أو استخداما واحدا لكل مما يأتي. هرمون الأدرينالين هنقول بيحفز الجسم للاستجابة لحالات الطوارئ. طب الدينامو هنقول بيحول الطاقة الحركية الكهربائية فتولد تيار متردد. ركز يا ولا. رقم 3. الوسادة الهوائية هنقول والله هي وسيلة أمان في المواقف الطارئة لحماية السائق عند تغيير السرعة فجأة. من الدائرة الكهربائية المقابلة احسب شدة التيار المار في الدايرة. هنقول شدة التيار بتساوي فرق الجهد على المقاومة، يبقى 9/30 تديك 3 من 10 أمبير. شدة التيار المار إذا وصلت جميع الأعمدة على التوازي هتقولي 30/3 أهو 1 من 10 أمبير. طيب بكده يا اخواتي ان شاء الله اكون حليت معاكم 4 نماذج امتحانات محافظات منهم اسئله كتير كانت في امتحانات سنين فاتت. عايز حضرتك تشد معايا شويه ان شاء الله، جاي لكم فيديوهات كتيره جامده جدا جدا جدا. ولازم تكون عارف ان الدال على الخير كفاعله. يا ريت تشير الفيديو ده لكل زمايلك عشان يبتدوا يدخلوا ويتفرجوا معانا وينتظموا معانا ويبقوا من الناس الشاطره اللي زي حضرتك. واستناكم في فيديوهات تانية كتيره. سلام.